السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقفت عناصر الدرك الملكي بسرية قلعة سراغنا اليوم الأحد شخصا يشتبه في تورطه في جريمة قتل مروعة هزت الإقليم بعد العثور على طفل جثة هامدة بمنزل مهجور غير بعيد عن مسجد بدوار ولاد الغازي بالجماعة الترابية القروية ولاد يعقوب ضواحي المدينة. وأوضحت المصادر أن هذه العملية الأمنية تمت مباشرة بعد فتح الدرك الملكي برئاسة الكولونيل قائد سرية بحثا قضائيا تمهيديا بشأن تعرض طفل في عامه الرابع لجريمة مزدوجة اعتداء جنسي وقتل بطريقة وحشية، وأوقف إثر ذلك مختلا عقليا يشتبه في تورطه في هذه الجريمة. وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 40 سنة من ساكنة الدوار اختفى بعدما قضى حوالي شهر تقريبا مشردا بمدينة قلعة سراغنا، ورجع إلى منزله قبل يومين من وقوع هذه الكارثة، فيما شوهد الضحية من طرف أطفال مع المشتبه فيه. وأدى الطفل الهالك صلاة العصر يوم السبت بمسجد الدوار لكنه اختفى عن الأنظار، ما دفع والدته إلى إطلاق حملة بحث عنه عبر نداء بواسطة مكبر الصوت بالمسجد انتهت بالعثور عليه جثة هامدة ومكبل اليدين والعنق ومربوطا إلى عمود خشبي ومجردا من ملابسه الداخلية والدماء تسيل من مؤخرته وفق المصدر. يذكر أن الضابط القضائي للمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بقلعة سراغنا استمعت إلى تصريحات والدة الضحية في هذه القضية التي استنفرت السلطات المحلية. إذن في هذه اللحظات سيتم نقل جثة الطفل اللي لقاو جثة هامدة بهذا المنزل المهجور بعد اختفاء ديالو لفترة قصيرة. طبعا مشاهدينا بضواحي قلعة سراغنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا هو المنزل مشاهدينا اللي لقاو فيه الجثة ديال هذا الطفل، وهو جثة هامدة بعد ما طبعا كانت عملية البحث استمرت لساعات قليلة بجانب المسجد اللي في مكبر الصوت ديالو أعطي نداء البحث على الطفل المختفي ذوي ال4 سنوات، ثم العثور عليه بجانب المسجد بهذا المنزل المهجور طبعا، وهو جثة هامدة وعلى أثر الجسد ديالو أو الجثة ديالو. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا في هذه اللحظات ستنقل جثة الطفل البريء، الطفل ذوي ال4 سنوات بعد الاختفاء لفترة قصيرة ثم العثور عليه جثة هامدة داخل المنزل المهجور بدوار أولاد الغازي جماعة ولاد يعقوب مباشرة بعد تلقي الخبر. عناصر الدرك الملكي حضروا العين المكان رفقة القائد الإقليمي للدرك الملكي ورئيس الدائرة وقائد المنطقة. طبعا مشاهدينا بعد مباشرة تم اعتقال المشتبه به الأول، كما صرحوا لنا الأهل الساكنة أنه المشتبه به الأول اللي هو 40 يعاني من اضطرابات نفسية أو مرض عقلي. كذلك مازال بعد ذلك تم جمع كل المعطيات والأدلة اللي ربما غادي تكون بعد التشريح الطبي غيتم الإدلاء بها لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم بضواحي قلعة سراغنا. إذن في انتظار نقل جثة الطفل الصغير، الطفل اللي تم العثور عليه جثة هامدة داخل هذا المنزل المهجور. يظهر هناك أن عناصر الدرك والشرطة العلمية اللي كيحاولوا يجمعوا كل المعطيات. قلت مشاهدينا بحضور قائد الإقليمي للدرك الملكي والشرطة العلمية وطبعا السلطات المحلية. كما قلت مشاهدي قناة شفتة بإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الطفل اللي اختفى مباشرة بعد
صلاة العصر أطلق نداء البحث عبر مكبر الصوت للمسجد، ثم بدأت عملية البحث عن المختفي. بعد فترة قصيرة تم العثور على هذا الطفل جثة هامدة داخل هذا المنزل، ثم بعد ذلك حضور بعد توصل السلطات المحلية والدرك الملكي بخبر الواقعة تم الحضور على الفور لمكان الواقعة. هناك جمع كل الأدلة والمعطيات من طرف عناصر الدرك الملكي والسلطة العلمية. طبعا داخل هذا المنزل المهجور، طبعا بهذا المنزل المهجور بعد اختفاء ديالو لفترة قصيرة مباشرة بعد صلاة العصر، عملية تمشيط لمكان وقوع الجريمة. البحث جارية من طرف عناصر الدرك الملكي وكذلك الشرطة العلمية اللي مازال كتقوم بالمهام ديالها داخل هذا المنزل المهجور اللي تم العثور فيه على الطفل والمعطيات داخل المنزل المهجور. كما قلت مشاهدينا، هذا المنزل اللي تم العثور فيه على الطفل المختفي وهو جثة هامدة وعلى جسده أثار ممارسات شاذة، كما صرح لنا الساكنة ديال الدوار هنا بهذا المكان. إذن هذا هو المكان أو المنزل المهجور اللي تم العثور فيه على طبعا طفل ضحية هذا الضحية ديال هذا الحادثة الأليمة وهذه الفاجعة. بعد استكمال كل الإجراءات والمهام من طرف الشرطة العلمية وعناصر الدرك الملكي وكذلك بحضور السلطات المحلية، غيتم في هذه اللحظات نقل جثة الطفل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدينا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ في هذا الحدث الأليم. طبعا في هذه اللحظات غيتم نقل جثمان الطفل الصغير، الطفل ذوي ال4 سنوات، بعد الاختفاء ديالو والعثور عليه جثة هامدة داخل منزل مهجور بدوار ولاد الغازي جماعة ولاد يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن في هذه اللحظات مشاهدينا سيتم نقل جثمان الطفل ضحية هذا الحادث. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدي خلينا نشوف هذه اللحظات يتم نقل جثمان